حاجة مهمة جدا، وهي ازاي احنا كبياعين بناد فاليو بشكل قوي جدا للعميل. يعني انا بدل ما انا بركز على البيع كبيع او بركز على ان انا عايز ابيع، ركز دايما على القيمه او الفاليو اللي انت بتقدمها للعميل. قول للعميل بتاعك، قول للعميل ازاي منتجك او الخدمه بتاعتك هتحل مشكلته بوضوح. طب اصلا انا اعرف هعرف اقول كده للعميل ازاي؟ انا مش هعرف اقول للعميل كده الا من خلال الاسئله اللي انا بسالها للعميل. يعني ودايما انا بقول كده ان انت تتكلم اقل من العميل، يعني لازم تخلي العميل يتكلم. طب انا هخلي العميل يتكلم ازاي؟ من خلال الاسئله اللي انت بتسالها له، اللي انت محتاج تعرف ايه المشكله اللي هو بيواجهها، ايه الهدف اللي هو حابب يوصل له، حابب يوصل له في وقت قد ايه. كمثال مثلا، جرب الخدمه بتاعتك دي من حد تاني قبل كده ولا لا؟ ايه المشاكل اللي واجهها؟ طيب هو لو لقى عرض مثلا او لقى حل لمشكلته بسعر ما معين او بسعر مناسب، هل ده هيقدر يخليه ياخد قرار الشراء ولا لا؟ كل الحاجات او التفاصيل اللي انا بكلمك فيها دي هتخليك في الاخر اللي انت تعرض القيمه بتاعه المنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها للعميل بشكل سهل وبشكل سلس. وده بيخليك تبني علاقة قوية مع العميل ان هو يقدر يتعامل معاك اكتر من مرة. اللي انت تركز على شرح القيمة او الفايدة اللي هتعود على العميل من مميزات الخدمة او المنتج بتاعك. اديك مثال بسيط كل الناس بتديه. يعني انا مثلا دخلت بقى عايز اشتري موبايل، فالموبايل ده كاميرته 50 ميجا بكسل. انا كحد داخل اشتري موبايل انا ما اعرفش، فانا لما اسال العميل مثلا هو محتاج الموبايل في ايه، واقول له والله انا محتاجه في التصوير، فبيصور ايه؟ فبيصور كذا وكذا وكذا. فانت كده محتاج موبايل بيصور بكواليتي معينه. فبص الموبايل ده مثلا الكاميرا بتاعته 50 بكسل، و50 بكسل دي هتديك صور احترافيه حتى في الاضاءه الضعيفه حتى فانت ده هيكون مناسب ليك. وبالتالي العميل هيبص دايما ان هو ازاي انت من خلال المميزات اللي جوه الموبايل او جوه الخدمه ده انت عرضتها عليه، وازاي هي بتحل مشكلته او هتحقق الهدف اللي هو محتاجه. فدي حاجة مهمة جدا جدا ان انت محتاج تفكر فيها بشكل او باخر، ازاي تبني علاقة قوية جدا مع العميل.